تعال أقول لك أزمة أحمد عبد القادر مع النادي الأهلي. خوسيه ريبيرو قبل أن يرحل عن النادي الأهلي كان مستبعد أحمد عبد القادر من التدريبات الجماعية ومن المباريات ومن كل حاجة، كان مستبعد أحمد عبد القادر. فلما رحل خوسيه ريبيرو عن تدريب النادي الأهلي وتولى عماد النحاس المدير الفني مؤقت لحد ما نجيب مدرب أجنبي، جاب أحمد عبد القادر إنه يتدرب مع زملائه أو يتدرب في التدريبات الجماعية، لأنه أحمد عبد القادر كان معار لفرقة الشمال القطري، فلما رجع كان بيتدرب بمفرده لأنه كان مستبعده خوسيه ريبيرو. فعماد النحاس جابه وقال يتدرب مع زملائك وإن شاء الله يكون ليك نسبة من المشاركة في المباريات مع النادي الأهلي. لأن أحمد عبد القادر قال للإدارة لو مش هشارك في مباريات مع النادي الأهلي قال لي أفسخ عقدي وأروح أي نادي ألعب فيه أساسيا، مش أقعد كل شوية أستبعد من أو تستبعدون من مباريات.